بعد حضرتك يا باشمهندسين ما خلصنا الجزء الاولاني في الفاميلي الموجود عندنا وفهمناه كويس، عايزين نخش على الجزء برضو المهم جدا اللي هو الجزء بتاع الاذر. في عندنا حاجه اسمها cut with void when loaded. يعني ايه cut with void when loaded؟ تعالوا نروح هنا كده على ال 2 دي ونفهم الموضوع ده. انا يا باشمهندسين لما بيكون عندي، تعالوا بس نشيل الفلور ده. لما بيكون عندي كولم مع الشير وول بالشكل اللي قدامنا ده، هو اوتوماتيك بيعمل الكاتنج وبيظبط الدنيا زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب تخيل بقى معايا لو انا عندي الجزء ده، القطاع ده ما كانش يعني ما كان ستيل، ما كانش كونكريت. يعني على سبيل المثال تعالوا كده نظبط ده كده، نعمل كده ايديت للاكستروجن ده بالشكل اللي قدامنا ده كده. تعالوا ونخليه من قائمة كرييت لا انا اسف، من قائمة الاديت اختار من هنا تاني بالشكل ده، واعمل منه اوفست وليكن 20 ملي بالشكل ده. اعمل بس سبيس المسطرة عشان خاطر يعمل الجزء اللي جوه بالشكل ده. تخيلوا معانا يا باشمهندسين، ادي الفاميلي بتاعتي بقت بالشكل ده، وعملت لها لود انت بروجكت. شايفين؟ دلوقتي في انا دلوقتي عايز اعمل فويد لده، يعني دلوقتي انا عايز اقطع ده مع ده. فانا لو رحت على قائمه موديفاي وعملت كات، قطعت ده مع ده، هلاقي اصلا مش راضي ينفذ اي حاجه. ليه بقى يا باشمهندسين؟ لان جه دور مهم جدا ان انا لازم اعمل فويد عندي. لازم اعمل ايه؟ الفويد عندي. فانا بروح من قائمه كرييت، بقول له حاجه اسمها فويد فورم، فويد اكستروجن، وبروح جاي مختار من هنا يعمل فويد من هنا لحد هنا بالشكل ده. تمام؟ بالشكل ده هلاحظ ان هو بدأ يعمل لي فويد. بس حاجه مهمه جدا، لو انا لازم اعمل حاجه اسمها انكت. يعني ايه؟ عشان خاطر انا دلوقتي عملت الفويد بحجم القطاع كله، فهو كده هيقص لي القطاع نفسه. فانا لازم اقول له انكت الاول جيومتري، واختار من هنا اد الفويد، واختار القطاع الموجود عندي. لازم اعمله الاول انكت. بعد كده اظبط الفويد ده عندي يكون متصل مع العمود، يعني يوصل لحد الليفل زي ما حضراتكم شايفين كده ويقفل. ونفس الكلام من اسفل، يكون دايما لوك بالشكل ده. تعالوا نعمل لود انتو بروجكت ونقول له تعالى بالشكل ده اوفر رايد، وتعالوا نجرب نعمل كات تاني من هنا وهنا. الاحظ برضو ان هو لسه مش راضي ينفذ الاوردر بتاعي. ليه بقى؟ لان انا ما اخترتوش الحاجه مهمه جدا اللي هي كات فويدز وين لودد. فويدز وين لودد يعني لازم يقطع الفويد لما اجي اعمل لها لودد بالشكل ده. تعالوا كده نجرب. ودي حاجه مهمه جدا عندنا يا باشمهندسين، خصوصا لما تكون بتتعامل مع الستيل. زي ما حضراتكم شايفين كده بمنتهى الجمال، قدرت اعمل كاتنج زي ما انا عايز. فدي كانت نقطه برضو مهمه لازم افهمها في موضوع الفاميليز عندي. السيمبلك ريبريزنتيشن فروم فاميلي. تعالوا نشوف برضو الموضوع ده بيقول ايه. لو انا عندي فاميلي بالشكل ده، دي الفاميلي اللي انا عملتها، وعندي مثلا ده كولم ستاندر انا جوه الفاميلي عندي. تعالوا ناخد سيكشن كده يا باشمهندسين من هنا لحد هنا عشان نفهم الموضوع. تعالوا نروح جو تو فيو بالشكل ده. لما باجي اعمل الازار بتاعي يا باشمهندسين هنا يكون كورس، بلاحظ ان الكولم بتاعي ظهر خط، ده اللي هو الستاندر عندي. وده اللي انا عامله، وده لسه ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي اظبط الريبريزنتيشن ده واظبط الشكل الازهار. لما بختار يا باشمهندسين الكولم عندي هنا، بختار في عندي حاجه اسمها البيس كونكشن والتوب كونكشن. لما انا اختار هنا وليكن اخليها مومنت كولم كونكشن، شايفين؟ نفس الكلام في القطاع بتاعي. لما انا اختار القطاع بتاعي من هنا، عايزين نختار الخط بس كده، يعني نختار الخط من هنا كده. طيب القطاع اللي احنا لسه عاملينه لسه هنظبط فيه الموضوع ده، هتفهموه معانا ان شاء الله لما نخش في موضوع الريبريزنتيشن والكلام ده كله. هنفهمه مع بعض باذن الله تعالى. فتخلونا مع الكولم ده، شايفين؟ فده اسمه الريبريزنتيشن بالشكل اللي قدامنا ده. ده الشكل اللي الاظهار اللي موجود عندنا. ممكن اخليه من هنا كده، اخليه شير كولم، طبعا مش هيظهر النقطه بس بسيطه. اخليه من هنا المومنت. لو انا رحت على الكولم بتاعي التايب بتاعي ده كده، ورحت جاي عملت بدل فروم فاميلي قلت له فروم بروجكت سيتنج. فروم بروجكت ايه سيتنج؟ يعني ايه فروم بروجكت سيتنج؟ يعني ياخد نفس الاعدادات بتاع المشروع. تمام؟ شايفين في خط ظهر عندي اهوت كده. لو انا رحت بقى من هنا من توب كونكشن، ورحت جاي قايل له من هنا ادي المومنت كونكشن، قدرت بمنتهى سهوله اعملها زي ما حضراتكم شايفين. طيب الشكل ده بتحكم فيه ازاي؟ في برضو عندي من قائمه ستراكشر، في عندي هنا حاجه اسمها ستراكشر سيتنج. بختار من هنا ده السيمبل اهو، ده البيم سيمبل. ممكن اخليها بزيرو بدل 2.5. شايفين القطاع هيقف عند النهايه بالظبط بتاع العمود، او خليه معلش انا اسف، اروح عند الكولم انا اسف بزيرو. شايفين القطاع ادي السيمبل ظهرت فيه النهايه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. فخلي ده كده افضل عشان خاطر بس البرزنتيشن، خليها بالشكل ده. يبقى انا برضو في الفاميلي بخليها باي، اخليها هنا اختار فروم بروجكت سيتنج عشان ياخد نفس مين الاعدادات بتاع البروجكت زي ما حضراتكم شايفين.
نقطة كمان بقى مهمة، تعالوا بقى نرجع نشيل خلاص ده، خليها نون، ونفس الكلام ادي الشكل بتاعنا خليه نون. نقطة كمان بقى مهمة عندنا يا باشمهندسين، موضوع الشيرت. ايه بقى موضوع الشيرت؟ تخيل عند حضرتك في كولم انسيرتد جوه الكولم ده، يعني مثلا على سبيل المثال لو رحت على قائمة كرييت كومبوننت وعملت لود للفاميلي، هرجع هنا عشان الانجليش عشان اجيب المترك، اليو كي ستراكشر كولم، هختار نوع مثلا وليكن وود مثلا. جبت كولم بالشكل ده كونكريت، ورحت جاي حاطه هنا بالشكل ده، وبعد كده عملت له الاين من هنا لهنا وقفلت عشان يبقى دايما موجود في منتصف بالشكل ده. طيب الكولم بتاعنا اللي هو ده اللي هو الوود، تعالوا نبص هنا جوه، ادي اهو ده الكونكريت ادي الوود. هظبط بس الاعداد بتاعنا يكون التوب بتاعه مش اللور ليفل، يكون الابر ليفل، ويكون مفيش اوفست عشان يطلع زي ما حضراتكم شايفين هنا كده. شايفين؟ هختار واقول له اتاتش توب عشان دايما التوب يكون ايه، ممسوك. يعني مثلا لو الليفل ده زاد قل، شايفين هو ايه، يطلع وينزل مع الكولم الموجود عندي. تخيل ان انت عندك كولم انسيرتد جوه الكولم بالشكل ده. تعالى نعمل لود انتو بروجكت عشان نشوف ايه اللي انا عايز اتكلم فيه. شايفين ادي الكولم عندي. جيت بقى يا باشمهندسين، رحت جاي عامل عندي في الكولم ده، رحت جاي عامل سكادول. هروح من هنا كده في البروجكت بتاعي، عملت نيو سكادول، وهعمل جدول خاص بالاستراكشر كولم. لسه برضه هنتكلم على السكادول والكلام ده كله. تعالوا كده نختار مثلا وليكن التايب، النوع بتاع العمود، والكاونت بالشكل ده. هلاحظ ان الراجل جايب لي ايه، ادي الكولم بتاعي فاميلي 1 بالشكل اللي قدامنا ده، اللي هم موجودين فقط. يعني انا لو حذفت دول، حذفت دول الكاميرات دي بالشكل ده، عملت الدول ديليت، تعالى كده نبص، هلاحظ ان هو جايب لي مين، الفاميلي 1 اللي انا عاملها، ثلاثه بس اللي هم الفاميلي، المفروض يظهر عندي سته، ما ظهرش غير ثلاثه. ده ليه بقى يا باشمهندس؟ ده عشان حضرتك لازم تعمل حاجه اسمها شيرد، لازم تمسك الفاميلي دي الاول اللي انت عملتها، لازم تختار ان الفاميلي دي تكون حاجه اسمها شيرد، حاجه اسمها مين شيرد، واعمل لها بعد كده لود انتو بروجكت الاول فاميلي 1 اللي هو لود اللي هو ايه، تكون جوه الفاميلي 1 اللي هو جوه الفاميلي اللي انا بعملها دي اصلا، واقفل خلاص مش محتاجها. طيب تعالوا كده نعمل لود انتو بروجكت تاني، اوفر رايد، تعالوا نروح على السكادول. شايفين ايه اللي حصل يا باشمهندسين؟ الراجل بدأ يعمل كاونتنج لان فهم خلاص ان في عنده حاجه شيرد جوه ليه الفاميلي بتاعته، فهم ان الكولم ده شيرد جوه الفاميلي، عشان كده بدأ يحسب ده سيبريت لوحده وده سيبريت لوحده. ودي بنحتاجها كتير جدا في لما نيجي نعمل قطاعات كومبوزيت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. فدي برضو كانت نقطة مهمة جدا عندي. آخر حاجة عندي في الجزء ده، لسه في عندنا حاجات تانية، حاجة اسمها فاميلي شو فاميلي بري كات ان فيو. تعالوا نشيل العلامة دي كده عشان نفهم مع بعض. تعالوا الفاميلي بتاعتنا دي كده يا باشمهندسين، وليكن كان هنعمل كرييت اكستروجن، بس هعمل له حاجة بالشكل ده، اي كلام يعني بالشكل ده، ورحت جاي عامل تي ار تريم اكستند ده مع ده بالشكل ده، رحت جاي عملت لها، عملت له المفروض كنت اعمل سويب، بس ما علينا، خلينا نقول له اكستروجن بس بالشكل ده. خلينا نعمل اكستروجن بالشكل ده اهو. والناحية التانية خلينا نجيبها هنا كده ونقفلها عشان خاطر ايه، الاكستروجن ده يفضل دايما ملتصق مع الكولم. تعالوا نبص كده، لو انا عملت لود انتو بروجكت بالشكل ده، هلاحظ ان شكل الكولم عندي، بص كده شكل الكولم كده يا باشمهندسين اختلف شويه. طيب لو رحت من هنا حاجه اسمها الفيو رينج، اللي هو مدار الرؤيه بتاعه، وده ان شاء الله هنتكلم عنه، خلي بدل 300 ده، خلي ده بس كده زوده، خليه 4 متر، وزود من هنا كده خليه مثلا متر و20. قول له ابلاي، قول له اوكي. طيب خلينا نجرب تاني نزود الفيو رينج بتاعنا، خليها معلش ده ليفل 2، خلينا نروح على ليفل 1 مثلا بالشكل ده. شايفين الكولم بتاعنا كده يا باشمهندسين، ده شكل الكولم عادي خالص جدا. طب رحت جاي مظبط شويه الفيو بتاعنا، خليت ده مثلا 4 متر، ورحت جاي مزود شويه، خليت الفيو بتاعه الرؤيه بتاعه طول شويه. شايف ايه اللي حصل؟ بدأ يشوف لحد منسوب متر وعشرين في الكولم. طب خليته متر واربعين، هيبدأ تلاقي الشكل اختلف شويه. خليت الفيو رينج بتاعي متر وستين. شايفين؟ بدأ يختلف كل ما بظبط الفيو رينج بتاعي. طيب انا لو رجعت هنا قلت له خليك دايما تشوف فاملي كاتن بلان، يعني ايه بقى؟ الراجل خلاص دايما هيشوف شكل واحد بس مهما اتغير في الفيو رينج بتاعك ده، خليه متر و40 زي ما احنا كنا عاملين،
مفيش حاجه تتغير. متر 20 خليه زيرو، خليه اللي تعمله، معلش انا اسف، خليه 100، خليه مهما تعمل هو نفس الفيو، هو نفس الشكل. عشان كده احيانا لما بيكون عندي مثلا كولم بشكل غريب شويه وانا عايز الازهار بتاعي يكون ثابت، فباجي هنا اختار اللور ليفل، مهم جدا اقف هنا الاول واظبط انا الفيو رينج جوه الفاميلي بتاعتي. يعني مثلا جوه الفاميلي بتاعتي انا عايز الفيو بتاعي مثلا على منسوب متر 40، الشكل ده هو ده الشكل اللي عجبني وعايز الازهار بتاعه يكون في الفاميلي، فانا بروح جاي له لود انتو بروجكت، خلاص هو ده بقى ثابت عندي. كل ما ارسم الفاميلي دي هيطلع بالشكل اللي قدامي ده. ودي بتبقى نقطة مهمة جدا جدا بنحتاجها يا باشمهندس لما بيكون عندي شكل الفاميلي غريب شوية ومحتاج اقدر اظبط فيه اكتر واكتر. اعتقد لحد هنا احنا كده فهمنا كل الاعدادات بفضل الله الموجودة جوه الريفت كولم. تقدر تعمل اي اعدادات وتقدر تفهم اي حاجة. لسه ان شاء الله هنبدأ نعمل موديلنج اكتر واكتر بالنسبة للريفت فاميلي بإذن الله تعالى.